الإشاعات والأخبار ما بتنتهي بعالم السوشيال ميديا، وخاصة مع تحليلات الجمهور اللي على الأغلب تكون صحيحة. وهالمرة الأضواء مسلطة على بيسان إسماعيل والناس اللي حولها، فمن بعد تداول إشاعات خلافها مع صديقتها المقربة مس دعاء لسبب عدم ظهورهما لجانب بعضهما لفترة جدا طويلة، طلعت إشاعات أخرى يزعم فيها البعض عن وجود خلاف بين بيسان وخطيبها محمود ماهر، والسبب حسب رأيهم عدم ظهورهم بجانب بعض مثل المعتاد على السوشيال ميديا، فعم بنشوفهم بعد عن بعض هالفترة. والبعض الآخر شاف أنه بيسان تبدو حزينة هالفترة أيضا من خلال ستورياتها، غير عن ظهورها بدون ختم الخطوبة بآخر فيديو لها. هذا اللي خلى البعض يعلق هل ممكن تكون انفصلت وانفسخت خطوبتهما؟ فشو رأيكم أنتو؟ هل معقول يكون في خلاف بين بيسان ومحمود؟ وهل انتهت العلاقة اللي بينهم؟ يعني أمرات نحنا اوكي لازم اتفلسف. امرات نحنا من نخلق اعذار، اوكي، مشان نواسي نفسنا. يعني هو حبني بس ظروف صارت معه وسوى هيك، والله يعني هيك. هي دايما اكاذيب بنكذب عليه، بنكذب فيها على حالنا عشان نحنا ما ننجرح ونتضايق، بس الحقيقة مرة والحقيقة غير هيك. الحقيقة انه ما حبك ولا دقيقة، مش بس 7 سنين. انا هذا اللي بشوفه، اللي بحب ما بيعمل هيك ابدا ابدا ابدا. الحب شيء كتير كبير وشيء كتير تكفي يكون مقدس بالإنسان، فهو ما حبك ولا ثانية وليس 7 سنين. وشكرا جزيلا. هلا بالطرفين، إذا بتعطي وما بتاخد هذا أكبر غلط بالطرفين. يعني إذا البنت عطت للشاب وما أخدت هذا غلط. هلا شو والشاب إذا عطى للبنت وما أخد كمان هذا غلط. لازم الاثنين يكونوا متساويين، يعطوا بعض اهتمام، حب. إنه البنت تبادر هذا غلط من البنت، تمام.